هنا كان عايش أسرة نكتاتون التاني. مين نكتاتون ده؟ ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفنا على يوتيوب انزل اشترك في القناة ويلا بينا نكمل الفيديو. حاليا من سيوة، ونيجي بالنسبة لوسيلة المواصلات في سيوة اللي هو التوك توك دوت هو اللي بيتنقل في سيوة كلها. زي ما انتم شايفين كده كلها تكاتك من دي، ومعايا كيمو هو اللي لففنا سيوة كلها. دعواكوا بقى. مساء الفل عليكم حبيبي. ونيجي هنا بالنسبة لجبل الدكوع، هنا البيوت بتاعت سيوة القديمة اللي بنوها زمان. تمام. ومعانا كيمو هنا هو اللي هيحكي لنا عن كل حاجة عن البيوت دي كلها. دي المنطقة اسمها منطقة جبل الدكرور. المنطقة ديت مبنية، السويين القدام بنوا البيوت دي بمناسبة الصلح ما بينهم، وجم بيقضوا هنا يوم كل سنة في شهر 10. بيعملوا زي احتفال كده، كرنفال، يتجمعوا مع بعض وياكلوا ويشربوا، بيعملوا احتفالات بسيطة كده بحيث ان هم يرسخوا الفكرة دي ويفضل الصلح ده دايم ما بينهم. وهي البيوت دي مبنية من مادة القرشيف. البيوت دي من زمان من قوي. زمان قوي، يعني بيوت تعتبر اثريه كمان، مبنيه بماده القرشيف اللي هي فيها الملح والطينه اللي بتعزل الحراره في الصيف، وفي نفس الوقت في الشتاء برضو بتقلل البروده جوه المكان. ده شكل البيوت اهو. ونيجي هنا بقى بالنسبة لحوض الملح. دي بتبقى زي حوض كده في كل حتة، في اكتر من حوض هنا، يعني في واحد هنا اهو، وفي الناحية التانية برضه اكتر من كذا واحد. دي حوض ملح طبعا. في بعض الناس بتيجي هنا عشان الملح ده بيعالج الجلد، بينزلوا فيه عادي. تمام. بيبقى حاجة مفيدة للجسم، بتعالج اي حاجة في الجلد. بالنسبة هنا بقى للملاحات، معانا كريم هنا يقول لنا ازاي اكتشفوا الملاحات ديت والموضوع بتاعها يعني. هم اكتشفوها بالصدفه من قريب في الالفينات كمان، ان حد كان بيجي ياخد رمل من هنا بيحس يعمل بيه اشكال وكده ويبيعها للسياح اللي بيجوا. فلما حد اشترى منه، كان حد اجنبي اشترى منه، واكتشف ان هي فيها نسبة ملح عالية جدا، فسألوا يعني على المكان بالظبط، وجم واكتشفوا الملاحات بقى ان دي منطقة اصلا كلها ملح. ولحد وقتنا هذا لسه بيكتشفوا فيها اماكن كتير كمان. لحد دلوقتي عمالين بيفتحوا فيها حوض ملح. يعني كل دي حوض، يعني لو انتوا واخدين بالكم من الونشات اللي واقفة هناك دي بتفحت وبتفتح حوض ملح. يودوا على المصنع بقى يحصل له عملية تنقية، كل دي حوض، ويتباع بعد كده للمستهلك. كل ما بتكون نسبة الملح عالية في المية كل ما بيبقى لون المية غامقة. حتى انتوا لو تلاحظوا في الفيديو انا صورت لكم كام حوض كده، هتلاقوا الوان المية بتختلف فيهم على حسب نسبة الملوحة اللي في المية. اللون هنا مختلف خالص برضه. بس بالنسبة للحوض دوت فيروزي كده، ده لونه جميل جدا. بس درجات الالوان اصلا في الجناب الابيض. شايفين عامل ازاي؟ شايفين لون انا عايز انزل هنا بصراحة.
وحاليا في طريقنا لعيون كليوباترا. يلا بينا. وده بقى بالنسبة للبلح السيوي. طبعا سيوة معروفة بالبلح والزيتون، شجر الزيتون ونخل البلح ده حاجة أساسية هناك، وعشان كده تلاقي السويين معظم أكلهم معمول بالزيتون. فبنصحكم برضه تجربوا الأكل بتاعهم. فندوق البلح دوت. شايفين البلح عامل ازاي؟ البلح السيوي ده يعني من أجمل البلح. طبعا دي حاجة معروفة إن البلح السيوي أحلى بلح. وبالنسبة هنا في سيوة بيتعمل مهرجان كل سنة للبلح عن أحسن مزرعة طلعت بلح في سيوة. وحاليا وصلنا عين كليوباترا، ودي سموها كليوباترا لأن بيقولوا إن كليوباترا نزلت فيها زمان. ده الفرع. شايفين الجمال ولون المية عامل ازاي؟ دي المية بتبقى دافية جدا، تنزلوا تلاقوا المية سخنة. عيون كليوباترا. في بقى طول ما انتوا كده حوالين العين هتلاقوا كافيهات كده، اللي حابب يقعد يشرب حاجة بتاع، اللي حابب ينزل العين. دي حاجة أساسية طبعا، مفيش حد بيجي وما بينزلش. دي ميتها تحفة يعني، تكفي ان كليوباترا نزلت فيها. بصوا بقى انا جاي هنا مخصوص عين كليوباترا لان في هنا مشروب سيوي انا معرفوش بيتعمل من ايه، ولكن لسه اول مرة اجربه. السلام عليكم. عايزك بقى تقول لنا المشروب السيوي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن بلح، نسكافيه، موز، لبن. بلح نسكافيه وموز ولبن. عايزك تفاجئني بقى، بس خليه بقى ساعة على قد ما تقدر. I just asking because she's not feeling clear. No, it's okay. It's very clear. Okay. شايفين بقى القعدة السيوة دي؟ دي القعدات اللي في سيوة. هنا بقى بيستخدموا النخل كله في التسقيف. هنا بيستخدموا النخل في كل حاجة يعني، حتى في التسقيف مستخدمينه. سيوة عالم تاني. نجرب بقى المشروب السيوي دوت اللي انا جايله مخصوص هنا عيون كليوباترا. ده بيبقى معمول من البلح ولبن ونسكافيه وموز وميكس جامد اوي. انصحكم تجربوه بقى. ونيجي بالنسبة للجزء ده، دي منطقة معبد امون. دي منطقة أثرية زي ما انتم شايفين كده اهو. هنا ده كان معبد ام عبيدة، ده كان في عصر المماليك. هنا كان عايش أسرة نكتاتون التاني. مين نكتاتون ده؟ طبعا المعبد والنمل على طول. حصل فيه 4 عصور، عصر فرعوني ومالي اسلامي. تمام.
كلمة؟ أنا اسمي عمر. طبعا لما حابب نشوف البير البير مية على دلوقتي مع المية خالص. البير ده المعبد بتاع السبب ده كان بيه مية بس حاليا ما فيهوش مية، المية جف، المية جفت منه. وطبعا المكان ده اتعاش فيه عصر فرعوني روماني اسلامي، يعتبر جنب ده كل المباني السورية القديمة اللي هي زي قرية أغرمي. وحاليا من معبد الاسكندر، ومعانا عم ماما هو اللي يحكي لنا قصة المعبد ده. طبعا المكان زي ما قلنا اتعاش فيه 4 عصور، عصر فرعوني تمام. روماني اسلامي، يعتبر ده مسجد ودي مأذنة، والجنب ده يعتبر ايه قرية اسمها قرية أغرمي، كان في ناس عايشة فوق في المعبد في عصر الإسلام. تمام، يعني هو الحتت دي كان في ناس عايشة فيها. وده المعبد بتاع الاسكندر الأكبر. دلوقتي اطلعوا نشوف المعبد. تمام، تعالوا بينا نطلع نشوف المعبد. ودي كانت مأذنة اللي هو بيقولوا عليها. دي كانت مأذنة. طبعا ماما دي كانت هو ده اسمه ايه؟ ده مبنية بايه؟ كرشي. الله كرشي. ازيك؟ ده مبني بالكرشيه. تمام. زي الحال. الحمد لله. خليك انت في السيارة. كل المباني اللي انتوا شايفينها دي مبنية بحاجة اسمها كاشيف، حاجة بيجيبوها من بحيرات الملح كده، يعني زي ملح. شايفين المباني عاملة ازاي؟ كل ده معبد الاسكندر. ودي بحيرات الملح. اهو. وده جبل دكرور. وده شارع في وسط البلد. وده جبل موت. نجيبها لك الجزئية دي، ودي اسمها قدس الأقداس، ودي اللي الملك أمون تنبأ للإسكندر الأكبر إن هو يحكم مصر، كان في نفس المكان ده. وحاليا من جبل الإسكندر. حاليا من قلعة شالي، يلا بينا ناخد فيها جولة.
وحاليا من قلعة شالي، ودي اللي كان هدفها ان هم بنوها زمان عشان يتحموا فيها من القبائل المتنقلة. وحاليا طالع على جزيرة فتناس عشان اصور لكم الغروب من هناك. يلا بينا. حاليا من اجمل مكان تستمتع فيه في وقت غروب الشمس حاليا من جزيرة فتناس. هنا ولا هناك؟ ونيجي هنا لجزيرة فتناس، وكل اللي موجود دي مشاية، اللي عايز حد يقعد هنا في الجزء التاني. حاليا انا في قلعة شالي بالليل. طبعا ما ينفعش اجي سيوة وما اجربش الاكل السيوي، ففي مطعم موجود في قلعة شالي فوق، فناخد تجربة كده عن الاكل السيوي. يلا بينا. طيب انا حابب انصحكم نصيحة، اللي حابب ياكل اكل سيوي لازم بيحجز قبلها من اول اليوم. يعني انا لفيت على المطاعم كلها عشان اطلب اكل، لازم اكون مبلغ قبلها من اول يوم الصبح، عشان الاكل بيتعمل بالطلب، لازم فيش الاكل. انا الحمد لله لحقت نفسي وطلبت اكل، بس انا حبيت انصحكم اهم حاجه متنسوش السبسكرايب واللايك. اللايك اهم حاجه، واللي لسه مشتركش في القناه ينزل يشترك في القناه. يلا اشوفكم الفيديو الجاي.